من عالم الخوف بنلقى عصبة الشياطين، العرجاء، الساحرة الهجينة، وسلسلة الخوف اللي تعرفنا من خلالها على العالم الآخر وألغاز مرعبة ما نعرفها نحن البشر. بخبركم عن كاتب من تدخل عالمه مستحيل تطلع منه بسلامة. عرفتوا انه معاي الكاتب السعودي أسامة المسلم، كاتب في أدب الرعب والفانتازيا، ولد في الإحساء وعاش طفولته في أمريكا. تخيلوا أن لغته الأولى هي الإنجليزية، لكن أمه أصرت تعلمه اللغة العربية لين أتقنها. تخرج بشهادة أدب إنجليزي، في عام 2015 نشر أول رواية له بعنوان خوف، ومنها تعرفنا على خياله، عوالم مخيفة غامضة مرعبة. وما وقف لين هني، لأن مؤلفاته تجاوزت 30 رواية وصارت الأكثر مبيعاً بين شريحة الشباب، وإذا حضر معرض كتاب تصير فوضى. وانتوا الحين خبروني في التعليقات شو رأيكم في أسامة المسلم وعالم المرعب.